السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم شيوات متنوعة مع إيمان. اليوم ما شاء الله لا فيديو جديد غادي نشارك معكم بسيطلات ديال الحوت. صراحة الله دغيا كيوجدوا في وقت وجيز كيكونوا موجودين معانا، وراه كيجيو غزالين تبارك الله ما شاء الله، كيجيو مقرمشين من على برا. باش ما نطولش عليكم نخليكم مع الطريقة والمقادير. اول حاجه غادي ناخذ الهاشوار، غنضيف ليها القزبر والمعدنوس، وهنايا عندي واحد حامضه مصيره. وبالنسبه للتوابل عندي العطريه ديال البسطيلات، التحميره، الخرقوم، شويه ديال الملحه، الهريسه، سكينجبير وشويه البزار. صافي كنضيف هنا كلشي في الهاشوار. عليهم واحد 2 معالق كبار ديال صوص صوجا، وغادي نضيف واحد عصير نص حامضه، غنضيف واحد 4 كاس ديال زيت الزيتون، صافي. وغادي نطحن هاد المكونات مزيان في الهاشوار. واللي عنده حتى الضامه ديال السمك حتى هي ضيفها، راه كتعطي واحد المذاق زوين لهاد الشرموله ديالنا. صافي هنا من بعد ما طحنت الشرموله ديالي غادي نخليها جانبا. صافي هنايا كنجيب عندي هاد الفرخ اللي غسلته، كنديرو هنا فلاطه وكندير عليه تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الشرموله. صافي وكنحاول كنلبسو مزيان بهذيك الشرموله. صافي وهنا غادي ندخلو الفران حتى كيطيب ونخرجو. صافي هنا من بعد ما دخلت اللاطه ديالي الفران كطيب، كنجيب واحد المقله ندير فيها معلقه ديال الزبده، وندير فيها واحد معلقه ديال الشرموله، معلقه اللي كتكون كبيره. وهنا عندي الكروفيت غادي نضيفو في هذه المقله. صافي وغادي نردو فوق النار على عافيه اللي كتكون مرتفعه حتى كيتشحر ليا تقريبا واحد 5 دقائق وكنطفي عليه. صافي هنا من بعد كنجيب الشعريه الثانيه ولا الشعريه ديال الارز اللي عندكم، كنضيف ليها واحد الضامه ديال السمك، اللي بغى يضيفها كتبقى اختياري، ولكن راه كتعطي النكهه زوينه. وهنا عندي الماء اللي كيكون غليان كنكبو فوق الشعريه ديالي وكنخليها باش ترطاب ليا. صافي هنا من بعد عندي واحد 10 دراهم تقريبا ديال هاد الشامبينيون نوار او الفطر الاسود، هنا رقدته في هاد الزلافه ونخليه حتى كيطلق ليا مزيان وكنغسلو وندوز حتى هو باش غادي نقطعو ان شاء الله. صافي هنا بالنسبه للكروفيت ديالي ها هو طاب، غادي ندوز باش غادي نصفيه. وبالنسبه لهاد لاصوص راه ما غاديش نرميها. صافي هنايا صفيت هذاك الكروفيت ديالي. وبالنسبه للمقله راه غادي نخليها مازال غنخدم فيها وغنخليه جانبا. صافي هنا من بعد خديت هذيك المقله اللي كانت عندي نيت، قطعت هاد الشعريه من بعد ما حيدتها من المطيب، قطعتها بحال هكا. وبالنسبه للشامبينيون نوار حتى هو غسلته مزيان من هذاك التراب وقطعته. هنا خديت واحد حامضه مسيره قطعتها وضفت واحد المعلقه ديال الزبده وضفت 2 عواشق ديال الشرموله، وغادا ندير المقله ديالي فوق النار حتى كتشحر ليا تقريبا غير واحد 3 دقائق وكنحيدها. صافي هنا بالنسبه للحوت ديالي ها هو طاب ليا، غادي ندوز باش نقطعو طريفات ونخليه جانبا. صافي هنا بالنسبه للشعريه ديالي ها هي تشحرات ليا فوق البوطه، غادا نضيف عليها هذاك الحوت الابيض ها هو هنا قطعته، غادي نضيف وغادي نخلط كلشي. صافي هنا من بعد ما ضفت هذاك الحوت الابيض اخر حاجه غادا نضيف هاد الكروفيت، ولا كان عندكم حتى الكالامار متوفر يمكن لكم حتى هو طيبوه بنفس الطريقه اللي طيبنا الكروفيت وكتضيفوه على الحشوه ديالكم. صافي هنا انا كنخلط في الحشوه. وهنا كاخر مرحله كنضيف الجبن المحكوك، كيعطي واحد التعديكه البسيطلات ديالنا اللي كتكون زوينه. وكنخلط كلشي وكنخلي الحشوه ديالي حتى كتبرد، عاد كنبدا نعمر في الورق. صافي هنا غنبدا نعمر في البسيطير. صافي هنا غنبدا نعمر في البسيطيرات ديالي. هنا عندي الورقه قسمتها على 4، عطاتني مثلثات بحال هكا. كناخذ 2، كندير واحد بحال هكا، نتمنى يكون واضح، والاخر كنخالفو فوق منه على هذا الشكل. صافي هنا كنجيب الحشوه ديالي وكنبدا نسد على هذا الشكل، كنتحكموا في الورقه.
صافي وكنبدا نجمع فيه. هنا عندي خليط ديال الماء والدقيق، كنبدا كنلصق في الورقه باش ما كتحلش ليا على هذا الشكل. صافي كنلصق وفي نفس الوقت كنجمع في الورقه. صافي وهنا كنجمع البسطيله ديالي، كناخذ شي لاطه وكنحطها فيها. انا كملت التعمار ديال البسطيلات ديالي. خديت هنايا واحد شويه ديال الزيت، ضفت فيه معلقه صغيره ديال التحميره، وكندهن البسطيلات ديالي وندخلهم للفران حتى كيطيبوا. راه كيجيو زوينين البنات، غير جربوهم. صافي كيف ما قلت لكم هنا غادي ندخلهم للفران يطيبوا على عافيه متوسطه حتى يطيبوا ونشوفوهم في الشكل النهائي ان شاء الله. وهنا البسيطلات ديالي خرجتهم من الفران، ها هما طابوا. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو، راه كيجيو خايدين هذاك اللون الذهبي، كيجيو مقرمشين ما شاء الله. وهنا حكيت فوق منهم الجبن. بالنسبه للذوق راه كيبقى اختياري، شوفوا نتوما باش بغيتو تذوقوهم بالحامض بالجبن اللي عجبكم راه كيبقى اختياري. وهنا غادي ندوز نقطع معكم واحد الوحده باش تشوفوها كيفاش كتجي. صراحه الله راه كيجيو غزالين، غير جربوهم وان شاء الله راه غادي يعجبوكم. صافي كيف ما قلت لكم هنا نقطع معكم، شوفوا كيفاش كتجي من الداخل، راه كيجيو زوينين البنات. وهنا وصلنا النهايه ديال لا فيديو، نتمنى يكون خفيف على قلوبكم، ونتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بواحد اللايك، تبارطاجيو مع الحباب من باب التشجيع. ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.